السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيباتي وحبيبي الغاليين، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وسلامة، إن شاء الله على خير مجتمعين، إن شاء الله الفائدة لا مفقود يا عظيم الجود. تابعوني نهاية الفيديو ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه والإعجاب. ندير أنا وياكم نوع مقبلات الفلفل الحار، نحشيه باللحم المفروم. طبعا المفروم طيبته ببصل وفلفل أكحل وملح، طيبت بيه المفروم. وطبعا هذه جبنه، فتحت الفلفل لان الفلفل حار 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 بطريقه غريبه. بكل الفلفل حار حولت من الزريعه لان البذور، حطيته في ميه سخنه عشان يخفف الملح، ميه سخنه وملح عشان يخفف الحراره بتاعه. تابعين نهايه الفيديو. اول فلفل انا حشيتها بالمفروم، تو بعد ما حشيتها بالمفروم حطها في الكوسه اللي هي الفرن 10 15 دقيقه، وبعدين نطلعها ونحط عليه الجبن. هذا الفلفل، مقبلات الفلفل الاحمر او الفلفل المبطبط، الفلفل الحار او جاهز. طبعا درت له مفروم، درت له جبنه، وطبعا كل اللي بين يحبوا الفلفل الحار. ان شاء الله ينال اعجابكم ان شاء الله بقدوم شهر رمضان المبارك. كل سنه وانتم طيبين بالصحه والعافيه والامن والامان. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل جرس التنبيه والاعجاب.